الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في الحقيقة في ناس كتير من طلاب علم القراءات بتشكو من صعوبة حفظ وفهم متن الشاطبية، واحنا بفضل الله سبحانه وتعالى هنحاول نيسر على الطالب هذه الصعوبة. أما من ناحية صعوبة الحفظ فاحنا حطينا صوت الشيخ مشاري راشد بنغمته المميزة ليسهل على الطالب حفظ البيت اللي هنشرحه. وأما من ناحية فهم المتن فقد هدانا الله سبحانه وتعالى لطريقة جديدة لفهم المتن وسميناها الجداول الإبداعية في فهم الشاطبية. ومعانا النهاردة فرش سورة الفرقان، هنسمع للبيت الأول بصوت الشيخ مشاري ونرجع نشوف الشرح. سورة الفرقان. ويأكل منها النون شاعا وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كمالا. يبقى هنا سمعنا الشيخ بيقول البيت الأول من فرش سورة الفرقان، وأول كلمة في البيت من كلمات الفرش في السورة كلمة يأكل. زي ما احنا شايفين الجدول، أنا عملت المسلسل، يعني مسلسل الكلمات القرآنية، كاتب الكلمة القرآنية ورقمها، كاتب الكلمة القرآنية برواية حفص ورقم الآية. بعد كده بنشوف الحكم الأول ورواته. الحكم الأول ورواته جايب فيه القراءة اللي الإمام جاب رموز القراء فيها. أما الحكم الثاني ورواته الناس اللي عكسهم، القراء اللي عكس الكلمة القرآنية اللي هو جابها وجاب عليها الرمز. الكلمة الأولانية يأكل، الآية رقم 8 من سورة الفرقان. الحكم الأول فيها والرواه بتوع هذا الحكم هو نأكل بالنون. مين بيقول نأكل؟ حمزة والكسائي. من من رمز البيت في كلمة شاعة، قال ويأكل منها النون شاعة. وجايب حاجة إضافية في الحكم ده، جايب لك الذي يقرأ بكلمة نأكل بالنون من الدرة. يعني كده أنا جمعت لك القراء العشر للي هو عايز يعرف الحكم القراء العشرة مع بعض. يبقى من الشاطبية رمز شاعة أو رمز الشين لحمزة والكسائي من كلمة شاعة دي من الشاطبية. أما من الدرة خلف العاشر هيوافق حمزة والكسائي في هذه الكلمة. تمام. طب عرفنا منين إنه هو يقصد النون أو الياء من كلمة يأكل؟ عرفناها من الأضداد لما قال في مقدمة الشاطبية وآخيت بين النون والياء. يعني أنا لو جبت الكلمة بياء يبقى عكسها الكلمة بنون، وهو قال ويأكل منها النون، يعني اللي بيقولها بالنون شاعة، يبقى العكس هيقولوها بالياء كما هو ذكرها في المتن، قالها يأكل. طب مين بيقول يأكل بالياء؟ الباقون ومعهم حفص. يبقى أنا هجيب العكس العكس اللي جم في المتن برموزهم. يبقى الحكم الأول هحط اللي هو جاب الرموز بتاعه. العكس بقى فين؟ في الحكم الثاني يأكل بالياء. كل القراء السبعة، ومعاهم مين من الدرة؟ أبو جعفر ويعقوب. بعد كده ذكرت ملاحظات بذكر فيها ملاحظة، لو ما فيش ملاحظة بكتب لك الآية القرآنية هي اللي هي بتاعت جنة يأكل منها. وطبعا كتبت رقم البيت اللي هو البيت الأول. طيب الكلمة الثانية في البيت الأول في كلمة تانية في كلمة كلمة يجعل. الآية رقم كام؟ الآية رقم 10. طب الحكم الأول خلاص عرفنا ان احنا هنذكر الحكم الأول، معناها ان احنا هنذكر القراء الذين ذكر الإمام لهم رموز. طيب الحكم الأول يجعل بالرفع. طب مين هيقولها بالرفع؟ هيقول يجعل ابن كثير وشعبة وابن عامر. رمز ابن كثير الدال من كلمة دلة، رمز شعبة الصاد من كلمة صافيه، رمز ابن عامر الكاف من كلمة كملة. حد بيوافقهم من الدرة؟ مفيش حد بيوافقهم من الدرة. يعني لو عايز قول أن القراء العشر منهم ابن كثير وشعبة وابن عامر هيقولها بالرفع، والباقون بالجزم ومعاهم حفص ومعاهم القراء الثلاثة. طيب في ملحوظة هنا بقى ان لهم اللي لهم الجزم هيقول ويجعل لك قصورا. هيعمل هيعمل ادغام اللام في اللام. انه لام؟
اللي هي لام يجعل. فأنه لام اللي بعدها اللي هي لك، اللي هي ويجعل لك قصورا. يبقى من له الجزم له الايه؟ الادغام، ادغام مثلين صغير. طب اللي له الرفع ملوش ايه؟ ملوش ادغام، هيقول ويجعل لك قصورا بالاظهار. هنشوف البيت الثاني بيقول ايه ونرجع نشوف الشرح. نحشور يا دار على فيقول نون شام وخاطب تستطيعون عمالا. البيت الثاني زي ما سمعنا كده في 3 كلمات. الكلمة الأولى كلمة يحشرهم، الآية رقم 17. تمام. الحكم الأول اللي جاب فيه رموز يحشرهم بالياء، لمين؟ لابن كثير وحفص. كلمة دار أو كلمة دار، الدال رمز ابن كثير كما هو معروف، وكلمة على العين رمز حفص كما هو معروف من الرموز. في حد بيوافقهم من 10 أو من 3؟ في أبو جعفر ويعقوب من الدرة. يبقى احنا لو عايزين نجمع 10 هنقول اللي يقول يحشرهم ابن كثير وحفص وجعفر ويعقوب، أو أبو جعفر ويعقوب. طب الحكم الثاني، الحكم الثاني هيبقى العكس. العكس ايه؟ هيبقى نحشرهم بالنون. طب ليه بالنون؟ عشان وأخيت بين النون والياء. طب مين اللي هيقول نحشرهم؟ الباقون. هل معهم حد من الدرة؟ معاهم، بدل أبو جعفر ويعقوب مع يحشرهم، يبقى اللي هيقول نحشرهم خلف العاشر، يبقى الباقون وخلف العاشر هيقولوها ايه؟ نحشرهم. من الآية من قوله ويوم يحشرهم. البيت رقم 2. طب البيت رقم 2 في كلمة تانية؟ في. ايه هي؟ فيقول. الآية رقم ايه؟ 17. فيها حكم أولاني بيقول فنقول بالنون، لمين؟ لابن عامر الشامي. طب رمزه ايه؟ ما ذكرش رمز، امال ذكر ايه في البيت؟ ذكر اسمه الصريح. طب ايه اسمه الصريح؟ اللي هو الشامي، ما هو معروف هو مفيش غيره هو الشامي. طب هل الشين ممكن تكون رمز الشين بتاع حمزة والكسائي؟ لا طبعا. ليه لا؟ لان هو ذكر شامي، شامي معروف هو ابن عامر لوحده. طيب فيها حكم تاني، الحكم بقى اللي بالعكس اللي هو بالياء. هيقول ايه؟ فيقول بالياء. مين هيقول الكلام ده؟ كل القراء ما عدا ابن عامر. طبعا القراء ايه؟ كلهم، ومعاهم كمان الايه؟ ال3 بتوع الدره. طيب في بيت تاني في البيت التاني كلمه تانيه. في لسه في كلمه تستطيعون. الآية رقم كام في سورة الفرقان؟ 19. مين اللي هيقول تستطيعون بالتاء؟ حفص لوحده من رمز عملة. طب الحكم اللي بعد كده ايه؟ يستطيعون بالياء. كل القراء ومعاهم القراء الثلاث، يعني الكل ما عدا حفص هيقول ايه؟ يستطيعون، من قوله تعالى فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. نشوف البيت الثالث بيقول ايه ونرجع نشرحه. ونزيل زده النون وارفع وخفا والملائكة المرفوع ينصاب دخلولا. طيب زي ما شفنا البيت الثالث في كلمة واحدة أو في كلمتين مع بعض، اللي هي إيه؟ ونزل الملائكة، موضع واحد يعني. الآية رقم كام؟ 25. مين اللي ليه رموز فيها؟ هنحطه في الإيه؟ زي ما قلنا في الحكم الأول. هيقول إيه الحكم الأول؟ وننزل الملائكة بضم النون الأولى وسكون النون الثانية وتخفيف الزاي ونصب الملائكة. مين هيقول الحكم ده؟ وننزل الملائكة ابن كثير من كلمة دخلولة، رمز الدال من كلمة دخلولة. طب الحكم الثاني زيه زي حفص، ونزل الملائكة بتشديد الزاي بدون نون ثانية مع رفع الملائكة. تعال نشوف البيت الرابع بيقول ايه. شقاق خف الشين مع قاف غالب ويأمور شاف واجمع سروجا ولا. طب احنا في البيت الرابع اللي احنا سمعناه دلوقتي في 3 كلمات. الكلمة الأولى تشقق، الآية رقم 25. الحكم الأول فيها للكوفيون وابن عامر من رمز الغين من كلمة غالب، ومعاهم خلف العاشر. طب هم بيقولوا ايه؟
بيقولوا بتخفيف الشين تشقق. طب في حكم تاني؟ في الحكم التاني بيقول ايه؟ تشقق. ده للباقون ومعاهم ابو جعفر ويعقوب. بس خلي بالك بقى ان الكلمة دي مكررة في موضعين. الآية 25 من سورة الفرقان اللي احنا فيها، وسورة قاف الآية رقم 44 نفس الكلمة هتاخد نفس الحكم. يبقى اللي بيقول تشقق في الفرقان هيقول تشقق في ايه؟ في قاف. واللي هيقول تشقق في الفرقان هيقول تشقق في ايه؟ في قاف. البيت فيه كلمة تانية طبعا، تأمرنا، الآية رقم 60 اللي هيقولها بالياء يأمرنا حمزة والكسائي من رمز شاف، واللي هيقول تأمرنا بالتاء الباقون ومعهم حفص والقراء الثلاثة مع حفص. الكلمة اللي بعد كده في نفس البيت سراجا، الآية رقم 61. الحكم الأول سروجا بضم السين والراء بدون ألف. مين هيقول الكلام ده؟ حمزة والكسائي رمزهم الشين من كلمة شاف ومعهم خلف العاشر. اللي هيقول سراجا بكسر السين وفتح الراء مع الألف بعدها الباقون ومعهم طبعا حفص ومعهم من الدرة جعفر ويعقوب، اللي هي من قوله سراجا منيرا، البيت رقم 4. البيت رقم 5 هنسمعه ونشوف شرحه. ولم يقتر ضم عما والكسر ضم ثق يضاعف ويخلد رفع جزم كذي صلة. البيت رقم 5 فيه كلمتين. الكلمة الأولى يقتر، الآية رقم 67. هنا الحكم المذكور له رموز حكمين مش حكم واحد. الحكم الأول يقتر بضم الياء وكسر التاء من ايه؟ من رمز عامة، رمز المجتمع، رمز اجتماع يعني. لمين؟ لنافع وابن عامر، ومعاهم من الدرة أبو جعفر. الحكم الثاني يقتر بفتح الياء وضم التاء، هيبقى للكوفيون من رمز الثاء من كلمة ثق ومعاهم خلف العاشر. الحكم بقى اللي هو ملوش رموز يقتر، اللي هو هيبقى العكس بفتح الياء وكسر التاء للباقون وابن كثير، اللي هم مين بقى؟ ابن كثير وابو عمرو ومعاهم يعقوب. الكلمة الثانية يضاعف ويخلد، الآية رقم 69. طب هنعمل ايه في الكلمة دي، في الكلمتين دول مع بعض؟ الرفع فيهما لمين؟ لابن عامر وشعبة. الكاف من رمز كلمة كذي، الكاف من كذي والصاد من صلة، يبقى هيقول يضاعف ويخلد. طيب الحكم الثاني الجزم في الكلمتين يضاعف ويخلد للباقون ومعهم حفص والقراء الثلاث. طبعا هنا في ملاحظة مهمة جدا في الكلمة دي، إن هو كان جايب حكم العين في سورة البقرة، في فرش سورة البقرة، وعلى هذا لما هنجمع بقى فرش البقرة مع فرش الفرقان هيطلع لنا إن إيه؟ اللي بيقول يضاعف بالتشديد والجزم ابن كثير وجعفر وأبو جعفر ويعقوب، واللي هيقول يضاعف ابن عامر، واللي هيقول يضاعف لشعبة، واللي هيقول يضاعف بالجزم الباقون ومعهم خلف العاشر. نشوف البيت السادس. ووحد ذرياتنا حفظ صحبات ويلقون فاضممه وحرك مثقلا. البيت السادس عندنا كلمة ذرياتنا، الآية رقم 74 فيها حكمين. الحكم الأول ذريتنا بالإفراد لحمزة والكسائي وشعبة وأبو عمرو ومعهم خلف العاشر. المال حفظ صحبة، الحاء من كلمة حفظ رمز أبو عمرو، وصحبة معروف إن هو حمزة والكسائي وشعبة رمز اجتماعي، وخلف العاشر معاهم من الدرة. أما اللي هيقول ذرياتنا بالجمع الباقون ومعاهم حفص وأبو جعفر ويعقوب. الكلمة اللي بعد كده من نفس البيت يلقون، الآية رقم 75
فيها حكمين. الحكم الأول يلقون بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف لحمزة والكسائي وشعبة اللي هم رمز الصحبة، ومعاهم خلف العاشر. أما الحكم الثاني يلقون بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف للباقون ومعهم حفص، ومعاهم من الدرة أبو جعفر ويعقوب. طبعا هنا إيه في جزء من الإيه من كلمة يلقون إيه في البيت السابع. هنشوف البيت السابع ونرجع نشرحه. وصحبة والياء قومي وليتني وكم لو وليت تورث القلب أنصلا. البيت السابع زي ما سمعناه بيقول سوى صحبة، ده هو بيتكلم عن الكلمة اللي كانت في البيت السادس اللي هي يلقون. بيقول سوى صحبة، بيشوف الرموز بتوع كلمة يلقون اللي احنا قلناها. بعد كده بيقول سوى صحبة والياء قومي وليتني. دخل هنا بقى في جزئية تانية اللي هي ياءات الإضافة. هو اعتاد الإمام الشاطبي إن يذكر ياءات الإضافة بتاع السورة في الفرش، ده غير باب ياءات الإضافة اللي كان في الأصول. هنا قال قومي اللي هي من الآية رقم 30 من قوله تعالى إن قومي اتخذوا. مين اللي بيفتح الياء في قومي؟ نافع والبزي وأبو عمرو، ومعاهم أبو جعفر وروح. والباقون بسكون الياء. مين اللي هيسكن الياء؟ الباقون، ومعاهم رويس ويعقوب وخلف العاشر. وجاب كلمة ليتني اللي هي من قوله تعالى يا ليتني اتخذت. مين هيفتح الياء في كلمة ليتني؟ اللي هيفتح الياء هيقول يا ليتني اتخذت، الآية رقم 27 أبو عمرو. طب ومين اللي هيسكن الياء؟ الباقون، ومعهم القراء الثلاث. وكم لو وليت تورث القلب أنصلا. أنصلا من النصل وهو السيف. بعدما انتهى الإمام من ياءات الإضافة أكمل البيت بنصيحة جميلة يستفيد منها طلاب علم القراءات وغيرهم، وهي إنك ما تقولش يا ليتني فعلت كذا، ما تقولش لو أني فعلت كذا، لأن كلمة يا ليتني أو كلمة لو أني فعلت تورث في القلب ألما شديدا كالطعن بالسيف، لأن كلمة أنصلة من النصل وهو السيف. فزي كما يقال كلمة يا ريت ما تعمرش بيت، يبقى أنت ما تقولش يا ريت، خلاص أنت عملت الشيء بتقول قدر الله وما شاء فعل. ودي نصيحة نسأل الله أن ينفعنا بها. وإلى هنا ينتهي الشرح، ونسأل الله أن ينفع به طلاب علم القراءات في جميع أنحاء العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.